مساء الخير على محبين كرة القدم في كل حتة وفي كل مكان. خلاص خلاص خلصت الحكاية وخلصت أجمل وأحلى حكاية بالنسبة للزمالك. كهربا دفع امبارح الغرامة اللي كانت موقعة عليه من الاتحاد الدولي نظير لفسخه التعاقد مع نادي الزمالك. الزمالك حصل امبارح على 2 مليون ومئتين ألف دولار من محمود كهربا، ودي مبلغ يا جماعة كبير جدا. فتعتبر صفقة كهربا هي أغلى صفقة في تاريخ نادي الزمالك، أدخلت خزينة نادي الزمالك مبالغ كبيرة جدا 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 يا جماعة. كهربا كان بيحاول إنه يتلاعب من أجل عدم دفع الغرامة، لكن الزمالك استفاد من كهربا استفادة كبيرة لما عاروا الاتحاد جدة السعودي سنة 2017 بمبلغ مليون ومئتين ألف دولار، وتاني سنة على طول جدد الإعارة باتنين مليون وتلتمية ألف دولار لاتحاد جدة موسم 2018، ودي مبالغ كبيرة جدا في ذلك الوقت. لكن بتعتبر صفقة كهربا من انبي للزمالك، الزمالك استفاد بيها استفادة كبيرة جدا 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 يا جماعة. لما تاخد في لاعب 6 مليون دولار، ده مبلغ كبير جدا جدا جدا، لأن الزمالك لما عرض اتحاد جدة في السنتين خد مليون، 3 مليون و500 ألف، وامبارح خد 2 مليون و200 ألف دولار، يعني حوالي 6 مليون دولار حصل عليهم نادي الزمالك. فتعتبر صفقة من أعلى ومن أغلى صفقات اللي جابت فلوس لنادي الزمالك. فمن هنا بنقول للمحمود عبد المنعم كهربا شكرا 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 يا كهربا. وطبعا اللي بيلعب مع نادي الزمالك يستحمل، ونادي الزمالك ساعة ما مضاك على العقد ما ضربكش على ايدك. فشكرا لكل من ساهم في هذه الصفقة اللي جت من انبي. شكرا المستشار مرتضى منصور، شكرا مجلس الزمالك الحالي، شكرا كل الناس اللي وقفت جنب نادي الزمالك. وبنتمنى لك التوفيق يا كهربا يا مكهرب. الزمالك هو اللي كهربك في الفلوس، فما تزعلش، وان شاء الله ربنا يوفقك في اللي جاي، لان احنا جمهور محترم وبنعرف نحترم الناس.